اليوم عندي عزيمة رجاجيل، تعالوا معاي نسوي العشاء. هنا حمسنا البصل، حطينا اللحم، الحين بنصب الموية عليه. وهنا الراس طبخته الحالة، الراس كامل، حطيت عليه بصل والهيل ورق غار والليمون. وحين اخذ الملح العربي كذا وانثر عليه. كمية الموية كبيرة فبحطها بالطريقة هذه واغطيه. الحين اشيل الريم منه. شليت الريم منه، بزيد شوي موية، انا ذبيحتي توها ما تذبوح عشان كذا الريم فيها خفيف. وبحط البصل والبهارات الصحيحة. هنا بصل وثوم وليمون اسود وهيل ورق غار، وبحط قرفة بعد. الملح ما راح احطه الحين، اخر شيء في نص الطبخة بوقفها واحطها ثاني مرة الملح، واذوق واوزن الملح. وهنا كشنة كبدة مجهزينها، حطيت عليها البهارات، كمون وبهارات السبعة وفلفل اسود وملح. وهنا المصارين تطبخ لحالها مع ليمون وهيل وقرفة وورق غار. والليمون المصارين منقعتها بليمون وكركم قبل ولفيتها. نقعنا الرز، غسلناه لين ما صارت الموية صافية، وبنقع بخليه عبال ما يطبخ اللحم. الحين باخذ من موية الذبيحة واصفيها واحطها للرز. واحط الرز واحط مرقة اللحم اللي شخلتها واوزنها. حتى الملح لسه ما حطيته. وبسوي معاكم الخلطة للحم اللي بحطه لما احطه في الفرن. ناخذ شوي عصير برتقال، ناخذ كركم، معياركم الملعقة هذه، ما باخذ نص الملعقة. شوي من البهارات العثمانية، شوي من بهارات الكبسة أو البهارات اللي انت تحبينها. أنا أحب بهارات الكبسة من حقة الغربي. شوي عسل تعطي نكهة حلوة. أخذي من الملعقة مقدار ملعقة بس، خلاص، وخلطيها. وإذا خلص اللحم طلعيه، بوريكم بطلعه وبدهنه فيها. وربع الملعقة هيل. هنا عصرة ليمون بصبه عليه، وبحط حليب يعطي بياض للرز وريحة حلوة مرة. واخذ الزبدة ندخلها في الرز يطلع نكهة لذيذة. حط الزبدة بدخلها ثاني داخل، بغرسها تطلع مع الرز تجنن يا بنات. بكشنه وبحط عليه ملعقة من بهار ليمون أسود. وأحمس عليه لين ما يتشقر لي. بحط عليه شوي من الزبدة.
شوفوا يا بنات هنا خلاص حطيت عليها الملح والزبيب. ما اوريكم انا حطيت الزبيب، طلعت اتجنن الكشنة. صفيت اللحم، اخذ من الخلطة وابدأ ادهن. الله اللون يجنن. يعني صفي مرقة اللحم وبرسلها الرجاجيل يشربونها. رتبتها، حطيتها الحين في الفرن تشوح تقمر. دخلت الراس معاهم.